انا جايه اقول لكم ان اللي ما عملهاش بالطريقه دي بجد فايته كتير. القراقيش في الصاج يا جماعه حاجه تانية خالص، سهله وسريعه، وهتشكليها مهما كانت الكميه في دقايق. هتعملي قراقيش بالجمال ده، مقرمشه كده ومحمصه مع كوبايه شاي الصبحيه، يا سلام. اللهم بارك، حاجه زي العسل. يلا تعالي نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وحط لايك بايديك الحلوين، وتعالي نشوف الوصفه على طول. اول حاجه انا هجهز الماده الدهنيه اللي هي عباره عن كوبايه من السمنه بمج الشاي العادي، ونص كوبايه كمان من السمنه، وهكمل الباقي الكوبايه التاني زيت. انا عملت كوبايتين لان انا هشتغل كيلو كامل من الدقيق. مهم جدا ان احنا الماده الدهنيه نعملها خليط بين الزيت والسمنه او الزبده والزيت. ما ينفعش كلها تبقى زيت، هتطلع ناشفه جدا جدا. فلازم يبقى خليط بين السمنه والزيت. فانا عملت كوبايتين عشان كيلو من الدقيق زي ما قلت لحضراتكم. ومش سخنه ولا حاجه، يا دوب مسيحاها بس. هركنها على جنب، وهجيب بولة العجن هنزل فيها كوباية من المية الفترة او الدافية، وعليها نص كوباية من السكر، وظرف من الخميرة الفورية ل10 جرام، او معلقة كبيرة ممتلئة من الخميرة الفورية، طبعا دي مقدار الكيلو. وبعدين هنزل بكيلو الدقيق كله دفعة واحدة. انا مستخدمه دي جميع الاغراض. وهنزل عليه بكيس بيكنج باودر، وشويه كده لقيتهم عندي من حبه البركه، ومعلقتين كبار من السمسم، ونص معلقه من الملح. لو عندك بقى شويه شمر وينسون، حمصيهم في الطاسه وانزلي بيهم، وما تقوليش لا، هيقلبوا لك ريحه البيت حرفيا. وبعدين نزلت بالماده الدهنيه اللي احنا عملناها في الاول وجهزناها الكيلو من الدقيق كامل. وهبدا ان انا ابسها بمعنى ان انا افرك الدقيق مع السمن والزيت لحد ما اغلف الدقيق كله بالسمن والزيت. والخطوه دي مهمه جدا. ما ينفعش ان انا احط الماده الدهنيه على الدقيق وبعدين اكمل عجن. هنزل بقى على المفرش علشان ان انا اعرف ابسها كويس، واوريك ازاي بنبس العجينه للي لسه ما بيعرفوش الطريقه. هبدا ان انا افركها كده بين ايديا حته حته لحد ما اشبع كل الدقيق بالسمنه اللي انا ضفتها والزيت. دي الخطوه دي بتخلي القراقيش بتاعتك كلها دايبه، وفي نفس الوقت فيها قرمشه كده من بره ومورقه، بتديكي توريقه حلوه قوي، مش بتبقى مكتومه. معايا كوبايه بقى جنبي من الميه الدافيه برضو، ممكن تعجني بحليب عادي. بس انا عشان عامله اللهم بارك كميه الكيلو، بحب اعجن بالميه علشان لما بحتفظ بيها مده طويله طعمها ما بيغيرش. واللبن في العجين لما بيكون كتير، في كميه كبيره يعني، او هتقعد مده عندك، بيعرضها ان هي تبقى يعني ممكن تعفن بسرعه. فعشان كده انا لما بعمل كميه كبيره بعجنها بميه. طلعي بقى كل اللي جواكي في العجنه بتاعه القراقيش، اعجنيها كويس قوي لغايه ما تديكي عجينه ناعمه. اتفضل معايا من كوبايه الميه الدافيه معلقتين من الميه. يعني العجينه بتاعتي ما خدتش كوبايتين كاملين. بنزل بالميه شويه بشويه زي ما احنا عارفين في كل العجينه. ريحتها شويه، مش خمرتها، ريحتها مقدار بس. ما روقت الدنيا جنبي وطلعت الصواني وغسلتها ونشفتها وشغلت الفرن. ما سبتهاش تخمر ولا حاجه، ارتاحت بس علشان لما اجي افردها بالصاجات ما تمطش مني تاني وتلم زي الاستيك. مش بخمرها خالص. ريحتها يعني بس يا دوب بس نص ساعه. مش هتسيبيها تخمر ولا حاجه، بس غطي وشها باي حاجه بلاستيك علشان ما تعملش قشره وتشقق. ولما تيجي تفرديها هتلاقيها بقى نشفت والملمس بتاع العجينه اتغير. فاهم حاجه نغطيها عشان عوامل الجو. الصاج ده 30 في 40 هتبقى حلوه معاكي كمان لو عملتيها في صاج 40 في 40. اهم حاجه ان انت تفرديها بسمك كل واحد بالفراده كده او بايديكي. بتطلع ما تطلعش تخينه وما تطلعش رقيقه، تطلع متوسطه. افرديها في اي صواني عندك، بس اهم حاجه ما تدهنيش الصواني حاجه، لان القراقيش اساسا الماده الدهنيه فيها عاليه جدا. تعتبر القراقيش كمان من فصيله الكحك والنواعم. فعشان كده بندخلها الفرن، يكون الفرن سخن، ما يكونش الفرن بارد. فانا شغلت الفرن ومش هسيبها تتخمر خالص. بعد ما فردتها ووزعتها في الصاج بالشكل ده، هقطعها بقى التقطيعه اللي انت عايزاها. عايزاها رفيعه، عايزاها تخينه شويه، عايزاها حجمها اصغر اكبر. تحكمي بقى في راحتك. مهما اقول لكم سهله ازاي في تشكيلها، احسن بكتير من لما نعملها حته حته ونفردها ونقطعها. جربوا طريقه الصاج دي حلوه قوي. وبعدين بتطلعها كمان مقرمشه برضو ومحمصه من كل الجهات وسريعه. خصوصا كمان ان الجو حر وعايزه تعملي اي حاجه كده تحطها في العلبه لشرب الشاي او للصبحيه كده، بدل ما نزهق. بنزهق من الفطار والعيش والجبن وكده. فبتبقى حاجه تغيير يعني بصراحه، وجميله جدا وجودها في البيت. انا بحب اعملها على طول، بس قلت اقول لكم فكره الصاج دي ممكن حد يستفاد منها ان شاء الله ويجربها بطريقتي. ان شاء الله تطلع معاكم حلوه. بدخل بقى اول صاج شكلته مش بسيبه، بدخله على طول على الفرن على الشبكه اللي في النص درجه حراره عاليه، على درجه حراره 200. ومش بسيبها بقى كده، كل شويه بروح الف الصاج ودايره علشان ياخد لون من جميع الجهات. ولو الفرن عندك مش بيلون من فوق، اول ما تلاقي الاحرف بتاعه القراقيش بتاعتك اخدت لون ذهبي، افتح عليها الشوايه بسيط جدا عشان تبقى مقرمشه ولونها حلو كده من فوق.
لو حسيتي ان هي لسه طريه ومش مقرمشه كده، دخليها الفرن تاني 10 دقايق او ربع ساعه، هتتحمص وهتبقى زي الفل. جربيها بطريقتي وان شاء الله تعجبك. ما تنسيش تتابعيني على صفحه البوست في الفيسبوك، او تعملي اشتراك على قناه اليوتيوب. وكده خلصت وصفتنا النهارده، واشوفكم ان شاء الله وصفات تانية في حفظ الله ورعايته.